تعرف ازاي ان نموذج تقييم الاداء دوت ممكن يكون اداه ان انت تحفز بيها الموظف بتاعك ان هو يتطور من نفسه، او ان هي تكون اداه احباط ما تعرفش تستفاد منه ولا تطلع منه اي شغل. استاذ ايمن لو سمحت اتفضل هنا في المكتب. مساء الخير. مساء النور يا ايمن، اتفضل. عامل ايه؟ الحمد لله. ايمن انا عايز اقول لك نتيجه تقييم الاداء بتاعك انت جبت 70%. عندك بعض السلبيات وبعض الايجابيات. تحب نبتدي بيه الاول؟ والله حاجة بس خلينا في الإيجابيات. طيب احب اقول لك ان الايجابيات انت عندك الفنيات العمل بتاعتك كويسه، فاهم شغلك كويس، بتحب ان انت تتعلم كتير وبتعرف مجالات اكتر في المجال بتاعك. المظهر العام عندك كويس، لبسك كويس، لبسك محترم منتظم بالبوليسي بتاعت الشركه. التعامل مع الزملاء بتاعك يعني بما ان انت لسه جديد ولسه ما عندكش خبره كتير فبتحب ان انت تناقشهم كتير. الانتظام في العمل كويس. يمكن زي ما قلت لك النقطه السلبيه عندك التعامل مع الموظفين زمايلك، انت لسه صغير فحاول تتعامل مع الموظفين بتوعك او موظفين زمايلك باسلوب احسن من كده. هو لما بيقول لك عندك غلط مش بيقصد ان هو يهينك، هو بيقصد ان هو يعلمك حاجه جديده، فدي حاجه لازم تركز عليها. دي اللي مقللاه، واتمنى الشهر الجاي ان شاء الله تكون عدلت نفسك فيه. شكرا يا شكرا. استاذ وليد اتفضل في المكتب يا صاحبي. اتفضل. تقييم اداء شهر زي الزفت. ليه يا فندم بس؟ بتتاخر كتير، غياباتك كتير، ما بتتصلش وانت بتبلغ ان كان عندك غيابات، واتيتيودك مع زملائك مش كويسين، في ناس كتير جدا بيشتكوا منك. اقدر اعرف السبب؟ أنا ما بتأخرش غير بس عشان خاطر ممكن تكون الأيام دي كانت الدنيا زحمة أو حاجة، لكن أنا غالبا باجي بدري يعني. لا، ما انا عندي الحضور والانصراف بتاعي. لا مش هنتناقش فيه، هو كده كده عندنا مكنه حضور وانصراف فمش هنقدر نتناقش فيه. فنيات العمل بتاعتك يعني انت اول ما كنت جاي كنت كويس، مش عارف ايه اللي حصل لك، مش مهتم بالعمل، مش عايز تعرف الجديد. الاول كنت عايز تعرف كتير، دلوقتي بقيت خالص مش عايز تعرف اي حاجه. اللي هي يا فندم أنا دايما بحاول أعرف من الناس الأقدم مني وبطور نفسي حتى بره الشركة عشان أقدر أفيد الشركة بأكتر حاجة لا ممكنة. اللي شافه غير كده، ثم كمان المظهر العام يعني فين الكرافات يا استاذ؟ الشركه مش في مطعم. يعني الكرافته يعني شاف زمايلك كلهم زي لما حد يخش على دار يلاقي في حد مش ناقص كرافته. أنا بس طلع في المكتب يا فندم دلوقتي. مش اتيتيود. تمام؟ اتمنى انك تحسن نفسك ان شاء الله. اتفضل استنى. اتفضل. ماشي. بعد ما شفنا النموذجين، انا الاول بشكر الاستاذ ايمن شحاته كان زميلي في المقابله الاولى، والاستاذ وليد شعبان. واحب افكركم بحاجه، ما تخليش ميولك الشخصيه او مزاجك ياثر عليك في تقييم مرؤوسين. السلام عليكم. شكرا.